فرحة مفهومة، فرحة منطقية، قرن جديد وبداية جديدة وطموحات جديدة وأحلام جديدة. 15 أغسطس 2001 لعب النادي الأهلي مع ريال مدريد. كانت المباراة احتفالا باختياره نادي القرن في أفريقيا، وكان المنافس هو نادي القرن في أوروبا، نادي القرن العشرين. اختيار موفق من إدارة الأهلي اللي هو اختيار ريال مدريد. ريال مدريد حضر إلى القاهرة بكامل نجومه، كل النجوم، ما كانش فيه حد غايب. المباراة كل الناس توقعت إنها هتكون صعبة قوي على النادي الأهلي، إنما الأهلي لعب وكسب 1-0. أنا فاكر المهرجان ده، أنا كنت في الملعب من بدري قوي، قعدنا يمكن 4-5 ساعات، بس الناس كلها كانت بتحتفل. سلام، ادي خالد بيكو جاب موقف حلو، وانفراد راحت وراح صريصه حلوه، ورجع ورا وراك، هوب هوبا جول! جول! شوف احسن لعب، وادي خشب يا طال صندي. هلا هو ايه اللي لابس احمر، ريال مدريد ولا الاهلي؟ روبرتو كارلوس خد حلوه مع زين الدين زيدان وراؤول جونزاليز، وادي علاء ابراهيم، وهذا يفعلها. يا سلام! الأهلي لعب بطريقة أو بأسلوب بسيط لكن أدى الغرض، ضيق المساحات وكسب وأربك فريق كبير وعظيم. السنة الثانية على طول استضاف الأهلي فريق برضه كبير، AS روما الإيطالي، لعب وكسب 2-1. كندلة والعرضية وهدف أهلاوي. الهدف الأهلاوي الأول إبراهيم سعيد. يعني الراجل جوارديولا أعتقد ظهره حصل فيه حاجة من الطريقة. استلام حلو قوي من أحمد بلال. وأحمد بلال، يا سلام يا أنطونيوني، والمتابعة. هو ده معناه ايه؟ ايه حكايه الفرق الاجنبيه الكبيره اللي ابتدى بيها النادي الاهلي مشواره في القرن الجديد؟ هل يا ترى عايز يوصل للعالميه؟ هل هو مفهوم جديد للانتشار والتوسع؟ ما بقاش كفايه البطولات المحليه ولا حتى البطولات العربيه ولا الافريقيه. البطولة الأفريقية الأخيرة بتاعت 2006 كان لها رونق مختلف شوية، يعني النهائي خارج ملعب النادي الأهلي. الماتش الأولاني كان تعادل، فرصة الخصم أقوى. مباراة الترجي التونسي والصفاقسي، الظروف متشابهة لحد كبير، مع اختلاف الجول بتاع أبو تريكة أحلى. يعني الناس عندها، مش عايز أقول فقد الأمل، لكن بصيص من الأمل موجود عند الناس، لكن على استحياء. يعني الأمر صعب بالنسبة لهم. فرقة اللي قدامك فرقة كويسة، بتلعب على أرضها، عندها نسبة الفوز أعلى بكتير، لكن اتفرج على مباراتين يعني هتلاقي من أول دقيقة للدقيقة 90 وكأن الناس دي بايعة نفسها. يعني يا كسبت تمام، يا احترمت الناس، يعني الناس احترمتني. ففي الآخر طبيعي ربنا سبحانه وتعالى لا يقول لك خلاص انت تعبت واجتهدت وبذلت مجهود عالي قوي، تكسب احترام الناس وتكسب كمان المباراة.
الهدف اللي جه في صفاقس بتاع تريكا خلى القهوة كلها نطت، ضربت السقف ورجع نزل التاني. ان انت تكسب بطولة افريقيا مرتين ورا بعض وتبقى حافظ على اللقب، فده اعتقد انه تبقى اضافة قوية، وفي نفس الوقت تروح كاس عالم للاندية مرتين، فده برضو انجاز يحسب لهذا الجيل يعني. بطولة افريقيا ابطال الدوري، الانديه الافريقيه ابطال الدوري بتاع ماتش الصفاقسي اللي ابو تريكه جابوا الجول فيه، دي انا في رايي دي اللي نقلت النادي الاهلي نقله كبيره للعالميه، لانه شارك بعد كده في بطوله كاس العالم للانديه اللي كانت في اليابان لتاني مره، فده كان انجاز. الانديه كلها اللي كانت موجوده كانت اول مره ليها، النادي الاهلي تاني مره. دخل ثالث، سرق الكاميرا من الكل والاضواء وادى عروض كويسه كان ممكن قوي. واللي حظه كويس كمان، او يعني اللي ادى النقله كويسه، ان نادي ناسيونال بطل البرازيل هو اللي كسب برشلونه، يعني اللي هو كسب النادي الاهلي، يعني معنى كده. والنادي الاهلي 2-1 كان ممكن يعمل، وعمل احلى مباريات وكانت مع تيم ناسيونال. فدي البطوله كملت الاضواء عليه وادته لقب المركز الثالث، حقق فيه المركز الثالث. فعلى المستوى العالمي لعيبته اتعرفت، واسم النادي الاهلي يعني لو تعمل دعايه بفلوس ما تجيش زي الدعايه بتاعت هذه البطوله. الرحله الاولى اليابان رايحين اولا قبلها في بطوله افريقيا احنا كاسبين كل المباريات، كانت بالنسبه لنا سهله. كان النجم الساحلي تعادلنا 0-0 هناك وكسبنا 3 هنا 0، فالامور كويسه. مفيش هزيمه، مفيش مباراه صعبه بمعنى صعبه قابلتنا. فالناس اديتك الاحساس ان انت هتروح اليابان هترجع بالكاس وانت جاي. فاللعيبه رايحه احنا رايحين علينا مشدودين كجهاز كلعيبه، ان احنا عايزين نروح عشان نجيب البطوله، الناس كلها مستنيانا كجماهير كصحافه كاعلام، صورونا احنا نروح نجيب البطوله ونرجع بمنتهى السهوله والسلاسه اللي بتكلم بيها دي. الحاجه الوحيده اللي انا فاكرها كويس قوي ان يوم ما كنا في اليابان واحنا خارجين من الاوتيل مسافرين، مستر جوزيه وقف في هناك في الاوتيل وبيتكلم مع الصحفيين وقال لهم احنا هنرجع السنه الجايه. الرحله الاولانيه لليابان كان بالتاكيد فيها كان في حماس زياده من هنا، وكان في طموح كبير، وكنا خلاص فاكرين ان الامور هناك سهله وان الامور هتبقى بسيطه. رحنا هناك في اول مباراه صدمنا بعد الخساره اول مباراه. خلاص الامور انت كنت بره بتلعب على الخامس والسادس. السفريه الثانيه كنا رايحين عارفين ان انت رايح تلعب بطوله كاس عالم، هتلعب فرقه كبيره. كنت طالع من هنا وانت عارف ان خلاص يعني خدت درس كبير ورايح تعمل شيء، والحمد لله رب العالمين ده ربنا وفقنا فيه، وصلنا لثالث العالم. انا عشت اللحظه هناك وعشتها، وكان عندي تفاؤل كبير جدا 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 واحنا في الطياره ولسه رايحين اليابان، ان احنا او عندي احساس داخلي يعني ان احنا ربنا هيوفقنا البطوله دي، لان لقيت الموضوع مختلف خالص. تفكيرنا احنا اخطانا في البطوله الاولانيه، واخطانا في الاعداد ليها، واخطانا في الفرحه، فرحنا زياده عن اللزوم. مش احنا بس يعني كلاعبين لا، مصر كلها فرحت زياده عن اللزوم، ورايحين مؤهلين، احنا رايحين نجيب كاس العالم. ده موضوع ما ده عشناه قبل ما نلعب، قبل ما نركب الطياره. فده كان شخصيا قلقني جدا. السفريه الثانيه كنت متفائل جدا برضه، لان الموضوع اختلف. عرفنا ازاي نتعامل مع الفرحه، ازاي نتعامل كابطال، لان البطل، وانا قلت الكلام ده للعيبه في اول اجتماع معاهم، البطل، ومش في اول اجتماع كمان قلت لهم الكلام ده، وكنت انا وكابتن حسن حمدي في صفاقس في تونس، واحنا في النهائي بتاع افريقيا في مباراه الصفاقس. بعد المباراه مباشره اجتمعنا باللعيبه، قلت لهم يا شباب لازم نتعامل مع الفرحه دي كابطال، وفكرتهم باليابان واللي حصل في اليابان بعد المباراه بساعه. فكرتهم باللي حصل لنا في اليابان السنه اللي فاتت. احنا رايحين المره دي عشان نحاول نظهر مظهر يليق باسم النادي الاهلي، والبطل فرحته مختلفه. البطل مش يفرح لغايه ما يسيب نفسه، لا، البطل يفرح وامتى يتوازن تاني، والفرحه ما تبقى فرحه البطل غير فرحه الانسان العادي، مع احترامي طبعا لكل الجمهور، لكن فرحه البطل لازم يبقى يفرح وينبسط، لكن جواه مخزون انا هعمل ايه الماتش الجاي. فالحقيقه واحنا في اليابان بقى سلوكيات اللعيبه في التصوير وفي الاعداد للسفر، وفي طريقه شيلهم للشنطه، طريقه قفلتهم للجاكيت بتاعتهم، طريقه تركيزهم هم رايحين، تحس ان مجموعه مختلفه، مجموعه مقاتله راحت تأدي اداء وطني. ده اداني انا ثقه، وادخلني من اول ما طلعت الطياره وانا الحمد لله رب العالمين عندي نوع من انواع التفاؤل.
مركز سادس ومره واحده مركز ثالث، وانجازاته العالم كله بيتكلم علينا. فدي طبعا دي حاجه بتحسب للجهاز الفني واللاعبين وللاداره، حاجه كويسه يعني. البطوله اللي يمكن اعتز بيها اكتر يعني ممكن الناس ممكن يعني تبقى بتقول لا لواء ثالث العالم من وجهه نظري، لان بطوله افريقيا حققناها، ابطال الدوري حققناها كم مره، ابطال الكؤوس او السوبر الافريقي، الدوري، الكاس، يعني اي حاجه النادي الاهلي حققها، بس اللقب الوحيد النادي الاهلي ما حققوش هو الثالث على العالم. ده بعطيه من الالقاب ان الواحد ما يقدرش ان هو ينساها. الحمد لله شاركت في كاس العالم للانديه مرتين. المره الاولانيه ما كانتش على المستوى المطلوب، لكن الحمد لله في المره الثانيه اثبتنا ان احنا فريق محترم وفريق قوي، وقدرنا نحقق المركز الثالث. ويمكن ده كان شرف للكره الافريقيه كلها ان في فريق افريقي يحقق المركز الثالث في كاس العالم للانديه. O terceiro é o terceiro dos últimos, porque para ser bom num clube como este é ser o primeiro. Mas não, pronto, acho que foi o desempenho mais brilhante da história do clube e foi o desempenho mais brilhante das equipas africanas neste Mundialito. E foi um bocado também, digamos, um desafio, porque no ano anterior tínhamos feito uma má representação e isso ficou na minha cabeça. Digo, vou tentar ganhar a Liga dos Campeões e vir aqui provar que o Al-Ahly não é aquele da época passada. Que o Al-Ahly sabe jogar futebol, que tem personalidade, que tem bons jogadores e, portanto, pode, de facto, ser um digno representante da África. Portanto, representou isso, a satisfação de termos limpo a má imagem que deixámos no ano anterior e termos feito um futebol maravilhoso que podia ter resultado em irmos pelo menos à final. لكن النادي الاهلي الحمد لله قدر يفوز بالمركز الثالث اللي اسعدنا جميعا واسعد كل مسؤولي الاتحاد الافريقي ان فعلا افريقيا تستاهل تكون في مركز متقدم دايما ان شاء الله. اللي استفدناه عالميا كمان النهارده انت تسمع الناس، يعني رايكرد، واحد زي رايكرد، واحد زي بلاتر، الناس دي قالت علينا ايه؟ الناس بتوع انترناسيونال ما كانش حد عارف ايه هو افريقيا، يعني افريقيا الكره في افريقيا على المستوى المحلي عامله ازاي. النهارده بقى في اسمه نادي اهلي، بقى في بينافس، كنا ممكن نكسب في انترناسيونال، لعبنا ماتشات كويسه. أنا شايف إن دي كانت أعظم دليل إن النادي الأهلي مش نادي محلي ومش نادي إفريقي بس، لا بل هو نادي النهارده ينطح ويضاهي الأندية العالمية بشهادة الناس العالميين اللي كانوا موجودين هناك. العائد المادي كان عائد كبير جدا، أنا بتخوني الذاكرة حوالي 3 مليون دولار ونص تقريبا، ودي مبالغ بالنسبة لنادي في مصر مبالغ كبيرة. تولى الكابتن حسن حمدي رئاسة النادي الأهلي منذ مايو 2002 وحتى الآن، وذلك خلفا للكابتن الراحل صالح سليم. حقق جيل الألفية الجديدة العديد من الأرقام القياسية على المستوى المحلي والإفريقي والعالمي. وفي موسم 2004-2005 حقق النادي الأهلي بطولة الدوري بفارق 31 نقطة عن أقرب منافسيه، كما فاز ببطولة كأس مصر لنفس الموسم دون أن يدخل مرماه أي هدف طوال مشوار البطولة. حقق الأهلي بطولة الدوري موسم 2004-2005 وموسم 2005-2006 دون أن يلحق به أي هزيمة، بعد أن حقق 47 انتصارا من أصل 52 مباراة. حقق النادي الأهلي رقما قياسيا في عدد مرات الفوز المتتالي الذي وصل إلى 17 مباراة في موسم 2005-2006، كما استطاع أن يحافظ على سجله خاليا من الهزائم لعدد 71 مباراة متتالية في الدوري العام.
بعد فوز النادي الأهلي ببطولة دوري رابطة الأبطال الإفريقية عام 2006 حقق الأهلي عدة أرقام قياسية، وهي أول ناد إفريقي يحتفظ بالكأس الإفريقية بنظامها الجديد، أول فريق إفريقي يحتفظ بكأسين قاريين مختلفين لبطولات إفريقيا الكبرى للأندية بعد احتفاظه ببطولة الأندية أبطال الكؤوس في الثمانينيات وكأس رابطة الأبطال في الألفية الجديدة. حقق الأهلي بطولة دوري رابطة الأبطال الإفريقية موسم 2005 دون أن يلحق به أي هزيمة، محققا بذلك سابقة الأولى من نوعها في إفريقيا. حقق الأهلي رقما قياسيا جديدا على المستوى الإفريقي بخوضه 20 مباراة متتالية على المستوى الإفريقي دون أن يلقى أي هزيمة، بداية من مباراة الهلال السوداني في موسم 2004 وحتى مباراة ريناسمنتو الغيني موسم 2006. Também a ganhar estas Ligas dos Campeões. Portanto, não há segredo nenhum. O segredo é o trabalho, é a dedicação, é ser mais nos momentos cruciais, ser mais esperto, mais inteligente, ter mais sorte e ter acima de tudo uma equipa em que possam jogar praticamente 2, 3, 4 épocas praticamente os mesmos jogadores. Jogando sempre com os mesmos jogadores é mais fácil ganhar. السنة اللي احتفل بيها النادي الأهلي بمرور 100 عام على تأسيسه كان أخذ 100 بطولة، لكن كان عمل أرقام قياسية أعتقد أنه من الصعب أن حد يكررها. لن يتمكن أي نادي آخر من الوصول أو معادلة أرقام الأهلي إلا بعد عمر مديد. القرن ال21 هو ده اللي عايز يفضل كبير لازم يفكر بالطريقة دي. A ter mais 100 anos de sucesso, que isso é perfeitamente previsível. Um clube com a grandeza do Al-Ahly irá inevitavelmente enriquecer ainda mais o seu património desportivo. استضاف الأهلي فريق برضه كبير AS روما الإيطالي، لعب وكسب 2-1. لو الفنيات بتاعت فرقتكم زي الإداريات بتاعتكم احنا بنعتبركم من أحسن أندية العالم. لازم نتعامل مع الفرحة دي كأبطال. احنا رايحين المرة دي عشان نحاول نظهر مظهر يليق باسم النادي الأهلي. بداية من 2004 بدأ الأهلي يتعامل مع فريقه بمفهوم احترافي 100%. يعني ايه مفهوم احترافي 100%؟ يعني يختار نجوم ويتعاقد مع نجوم. دي لغة العصر ولغة الاحتراف. العالم كله بيعمل كده. عزز صفوفه وعزز فريقه بالعديد من الأسماء اللامعة في الكرة المصرية. هو في نفس الوقت بيهتم بالناشئين وبيطلع ناشئين، لكن النجوم الجاهزة بقت عملية مهمة جدا في زمن الاحتراف.
فالثقافة الكروية النهاردة بقت عند لعيبة النادي الأهلي عالية جدا، بدليل ان هو مفيش مشكلة يقعد بره بس ينزل يغير النتيجة. هنا بيصنع نجوميته، ممكن يصنع نجوميته بربع ساعة ينزلها مش ب90 دقيقة يلعبها. أهم حاجة انه ينزل ينتج، وهي دي الثقافة الكروية الناضجة اللي عند لعيبة النادي الأهلي. ان النادي الأهلي دايما يفكر، وانه دايما يفكر يكون عنده فريق قوي، دايما يفكر يكون عنده جيل قوي بيستمر بيه لفترة طويلة. ده برضو مش نابع تفكير شخص او حد، لا احنا برضو كمجموعة كلنا بنفكر في هذا الامر. كنا احنا فكرنا فيه الفترة اللي احنا بقالنا 6-7 سنين اللي فاتوا، نفكر ازاي نقدر نكون تيم قوي يليق باسم النادي الاهلي. التفكير ده حصل من سنوات، وحصل ايام جيلنا احنا، وحصل لاجيال اللي بعدينا. فالنادي الاهلي دايما بيفكر ازاي يبقى. بدأ الأهلي يفكر في رحلة العالمية منذ عام 1921، حيث قامت إدارة النادي بمخاطبة أندية أوروبية للقيام بعمل جولات خارجية لفريق كرة القدم في أوروبا، ولكن الأمر بدأ صعبا في بدايته لظروف مادية، إلا أن النادي الأهلي حقق ما يصبو إليه عام 1929، حيث قام فريق كرة القدم بعمل جولة أوروبية لمدة 50 يوما في دول تركيا وألمانيا وبلغاريا، ولعب 10 مباريات مع أقوى أندية هذه الدول، وحقق نتائج وانطباعات رائعة عن مستوى الكرة المصرية. من 2004 ل 2007 السنة اللي احتفل بيها النادي الأهلي بمرور 100 عام على تأسيسه، كان أخذ 100 بطولة، لكن كان عمل أرقام قياسية أعتقد أنه من الصعب أن حد يكررها أو أن فريق تاني يكررها. حصيلة الإنجازات كبيرة. من 2004 تاريخ جديد وكبير صنعه هذا الجيل من اللاعبين، تاريخ اهتم به الاتحاد الدولي لكرة القدم. بيتهيألي رقم قياسي اللي هو ان 71 مباراة النادي الاهلي بدون هزيمة، ما اكذبش عليك، يعني دي يعني رقم قياسي ما يتحققش ولا مصر هتحقق، اي فرقة هتحققه، مش عايز اقول على افريقيا او على مصر، يعني لان في فرق حققت الرقم ده قبل كده، بس بيتهيألي النادي الاهلي يمكن ده الرقم القياسي للنادي الاهلي. ولو هتكلم عن نفسي يمكن لنا اول 15 مباراة ما يخش فيها ولا جون، ده برضه بعتبره مش لعصام الحضري، بعتبره الفريق كله، لان زي ما قلت لك احنا فريق جماعي، وده اللي يمكن الحاجه سبب نجاحنا. دخلنا 5 بطولات، كسبنا 5 بطولات، فدي طبعا دي ما حصلتش في فرقه في مصر متهيألي خالص. الأهلي هو الأكثر فوزا ببطولة الدوري المصري والجميع يعرف، والأكثر فوزا في بطولة الدوري في عدد مرات متتالية في 9 سنوات متصلة. هو صاحب أكبر عدد من النقاط لأي فريق في أي مسابقة حتى الآن. هو صاحب أكبر فارق في النقاط بين الأول والثاني في تاريخ المسابقة. هو الأكثر فوزا في تاريخ المسابقة، الأقل هزيمة قياسا لعدد المباريات، الأكثر إحرازا للأهداف.
الأهلي عندما فاز مؤخرا في الإسكندرية على الاتحاد في المرحلة 21 للدوري 2006-2007 كان الفوز رقم 800 للنادي الأهلي في تاريخه في الدوري العام. الأهلي أول نادي وصل إلى 1000 هدف ووصل إلى 2000 هدف. الأهلي عندما فاز في موسم 2004-2005 17 مباراة متتالية في الدوري كان الفريق الأكثر فوزا في عدد المباريات المتتالية في الدوري. الأهلي عندما لعب 71 مباراة متتالية دون هزيمة في مسابقة الدوري كان الفريق الأكثر استمرارا بلا هزيمة. الأهلي حتى المرحلة 21 من الدوري الممتاز لموسم 2006-2007 هو الأكثر لعبا خارج ملعبه دون هزيمة، لعب 31 مباراة متتالية خارج القاهرة دون أن يهزم، بل فاز في 29 منها وتعادل مرتين فقط. كل تلك الأرقام القياسية تجعل الأهلي بمنأى بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه. لن يتمكن أي نادي آخر من الوصول أو معادلة أرقام الأهلي إلا بعد عمر مديد قد يمتد إلى 50 عاما أخرى، ولذلك الأهلي حتى يحتفل بعيده 150 سيكون أيضا على القمة في الأرقام القياسية كرويا في مصر. ده يقول لنا الأهلي هدفه إيه؟ أهدافه إيه في القرن الجديد؟ يوصل للعالمية، يبص على عالم جديد، يحتك بعالم جديد، ينتشر، تزيد شعبيته، يبقى مشروع اقتصادي. القرن 21 هو ده. اللي عايز يفضل كبير لازم يفكر بالطريقة دي. أعتقد أنه هو ده العصر الذهبي بتاع النادي الأهلي. لا هو العصر بتاعنا ولا الجيل اللي قبلنا، ولكن هو دلوقتي. طبعا الكلام ده طبقا للأرقام والبطولات اللي اتحققت. الرقم ده والأرقام القياسية اللي حققها النادي الأهلي ليها دلالات طبعا، بس تصوروا إنها كانت بتمثل ضغط على اللاعبين، ضغط على المدرب. الأهلي كان ممكن في سنة ياخد بطولة الدوري ويضمنها، أو ياخد أي بطولة ويبقى ضامنها قبل ما تنتهي، لكن بقى في بطولة تانية المدرجات والناس واللي بيشجعوه قاعدين خايفين إنه يخسرها. تحدي بتاع الرقم القياسي. الأرقام القياسية دي إنجازات، هي تساوي البطولات لأنها بتتسجل وبتتختم في التاريخ. O significado que tem acima de tudo é que essas vitórias todas e esses 19 jogos sem perdermos levaram-nos a ganhar 2 Ligas dos Campeões seguidas e uma Supertaça africana. Portanto, o que representa em termos práticos, em termos objetivos, que é sempre o mais importante, é que essas vitórias e esse longo tempo sem perder representa a conquista de títulos e de facto representou a conquista de 3 títulos importantes para o clube. ده بداية لخروج النادي الأهلي من المحلي إلى العالمية، لكن دي بداية، لسه بنبتدي أول خطوة بالنسبة للبطولات العالمية. طموحاتي أنا الحقيقة يعني إن أنا أوصل تاني كأس العالم، يعني كأس العالم كل ما أنا بأدي فيه وبعمل نتائج كويسة بيتعرف اسمي على مستوى العالم، وبالتالي بيبقى ليه طلب على النادي في البطولات العالمية اللي بيلعب فيها أندية كبيرة وبتعمل دورات. فده مجال للنادي الأهلي إن هو يروح يعمل احتكاك في البطولات العالمية الكبيرة، لكن الأساس هي أفريقيا، والأساس إن احنا نوصل لكأس العالم ونأدي كويس. دلوقتي أنت بقيت ثالث العالم، السنة الجاية لازم النادي الأهلي يفكر إنه ياخد بطولة العالم. لو ما حصلش يبقى السنة اللي بعديها لازم ياخد بطولة العالم. النادي الأهلي لازم يبقى التواجد العالمي بتاعه أكبر من كده من خلال تسويق، سواء تسويق النادي كنادي، يعني فريق الكورة. يعني أنا دلوقتي هعمل قناة تلفزيونية لازم أسوق فيها كل ما يخص الفريق الأول لكرة القدم، وابعت فاكسات وابقى عايز ألاعب أندية كبيرة جدا، وأدخل في مرحلة أبعد من المحلية. اللي يوصل يبقى ثالث العالم، اللي يوصل يبقى مع الكبار بالشكل ده، هيبقى الخطوه اللي جايه بالنسبه له اهم او اكبر، والناس تبقى خايفه جدا منه، عامله له مليون حساب، وده هيقلل المنافس. لان النادي الاهلي جرب انه يروح البطوله دي بغرور، طلع من الدور التمهيدي او طلع الاخير.
لما راح مركز طلع الثالث. المره الجايه هيبقى تركيز اكتر بعد اللي احنا عملناه في المرتين اللي فاتوا وحسينا ان الموضوع مش صعب علينا، فاعتقد ان شاء الله ان الفرصه تبقى موجوده تاني باذن الله يعني. واحنا متفقين على كده ومتعهدين زي ما حصل في المره الاولى اللي خرجنا فيها من الدور الاول، تعهدنا ان احنا نرجع اليابان تاني ونحسن الصوره بتاعتنا، وده اللي حصل. وحصل برضو السنه دي تعهدنا ان شاء الله ان احنا نرجع اليابان تاني نلعب في المباراه النهائيه بعد ما حسينا ان هي كانت قريبه مننا في مباراه البرازيل. والحمد لله ان اللعيبه يعني ماشيين بنفس الاصرار والروح اللي احنا متفقين عليها. طموحاتنا المرحله الجايه هو مفيش حاجه طبعا اكبر من ان احنا نوصل لبطوله العالم للانديه بالنسبه لنا كنادي اهلي، لكن كان في فكر بعد نجاحنا في بطوله العالم مرتين في اليابان ان يبقى في احتكاك على مستوى عالمي مع فرق كبيره، يبقى في تنظيم اخر لفريق النادي الاهلي على اساس ان عنده الامكانيات، عنده اللعيبه، عنده الاداره، عنده النواحي الماديه، فيبقى هناك احتكاكات اخرى مع فرق تدي فرصه للنادي الاهلي ان هو يبقى معروف عالميا. فده الفكر ان شاء الله احتمال كبير نبدا فيه السنه الجايه ان شاء الله. زي ما دخلنا العالميه في كره القدم، لو اتاحت لنا الفرصه العالميه في بقيه الالعاب هنخشها فعلا. والنادي الاهلي دليل ذلك هينظم بطوله العالم لكره اليد باحتفال المئويه، والنادي الاهلي هيشارك فيها. النادي الاهلي هيحط اسمه في العالميه كره اليد. ولو جات لنا فرصه ان فعلا احنا بطل افريقيا في الكره الطايره، لو جات لنا فرصه فعلا في الكره الطايره ان نطلع في العالميه هنطلع ونكون خير سفير لمصر فيها. دليل على ذلك ان عندنا في منتخب مصر من ضمن 12 لاعب 9 لاعبين من النادي الاهلي، يعني احنا من ضمن المنتخب القومي. فلو جت فرصه للنادي الاهلي هيكون على العالميه بره، هيكون على العالميه. العالميه موجوده عندنا في الكاراتيه، بطوله العالم الكاراتيه هناك بنكسبها، ومن فرق الناشئين مختلف عندنا مستوى الناشئين. السباحه بنطلعوا سفرتين في السنه، بنكسب بطولات بره في الخارج. يعني الاهلي خير سفير فعلا للانديه المصريه. أنا أعتبر أن هذا الانتصار هو كبل النادي الأهلي ومسؤوليه بمسؤولية حقيقية تجاه مستقبل الأهلي. فإذا كان الأهلي قد حقق تاريخاً، فإن المطلوب في مستقبله أشمل وأكبر مما تحقق في تاريخه. أصبح النادي الأهلي مطالب أن يلعب مباريات ودية كثيرة ويشترك في بطولات ودية كثيرة خارج حدوده. أصبح عليه أن ينتقي بدقة نجوم عالميين ينضموا إلى صفوفه. أصبح عليه مخاطبة العالم وليس مخاطبة الواقع المحلي فقط. Vai ter mais 100 anos de sucesso, que isso é perfeitamente previsível. Um clube com a grandeza do Al-Ahly irá inevitavelmente enriquecer ainda mais o seu património desportivo. Tem 100 anos riquíssimos de troféus, tem uma componente sociocultural importantíssima também na cidade do Cairo e no país em si. E portanto o clube irá naturalmente procurar modernizar-se e adaptar-se ao futuro e vai ter uma vida de sucesso, isso não tenho dúvida nenhuma. بحلم ان النادي الاهلي السنه الجايه ان شاء الله في اليابان ياخد البطوله لانه يستحقها ان شاء الله. انا بحلم كراجل منتمي للنادي الاهلي ان احنا ناخد بطوله العالم للانديه، وده هيتحقق في يوم من الايام ان شاء الله. اللي قاله الكابتن صالح سليم لما قال نتقابل بعد 100 سنة، يعني احنا ما اعتبرناهاش دعابة، لكن احنا بنعتبرها
شعار لابد أن نعمل من أجله، ولابد أن نبني من الآن 100 سنة أكثر إشراقا من 100 سنة العظيمة التي مرت. إيه أسباب المنافسة اللي بين الأهلي والزمالك؟ اللعيب إذا لم يشترك في مباراة الأهلي والزمالك ما لعبش كورة. فلما نخسر ماتش مع الزمالك ما أقدرش أمشي في الشارع. البطولة من الزمالك شيء ومن الأندية التانية شيء تاني خالص. قال أنا بطلت كورة النهاردة، لأن بالمجموعة اللي موجودة في النادي الأهلي ديت مش هنكسب النادي الأهلي. الحزبين الرئيسيين في مصر. إمتى الأهلي والزمالك لعبوا مع بعض لأول مرة؟ هنا النادي الأهلي نادي قيم، والرياضة هواية. لازم يبقى فيه قوتين، إذا كان في قوة واحدة يبقى هيمنة. اللي مش أهلاوي ولا زملكاوي يبقى خواجة أجنبي مش من مصر.